سلامات. اليوم رح أحكي عن رواية انتهيت من قراءتها مؤخرا. هي رواية راتب شعبه كأجراس بعيدة. يعني هاي الرواية ممكن تكون هي جزء من سيرة ذاتية لقرية تتضمن مجموعة كبيرة من القصص اللي بتحكي عن أحداث أو أهالي هذه القرية وأحداث هذه القرية خلال عقود من الزمن. بتنقل راتب بين التاريخ، بين القصص التاريخية عن القرية للحدث الجديد، للجانب السياسي المتعلق بالانتماءات السياسية والانتماءات الحزبية والنضال والاعتقالات. يعني بشكل عام الرواية أو السيرة مثل ما سميت لكم إياها هي كتاب يحكي عن قرية بشكل وطن. بمعنى انه هي القرية الصغيرة اللي فيها كل الاشكال والالوان هي بتمثل وطن وطننا سوريا. طبعا راتب استطاع انه يلتقط التقاطات كتير كتير جميلة، خاصة فيما يتعلق بالشأن الاجتماعي والسياسي والعلاقة بين الأديان والطوائف، العلاقة بين الحاكم والشعب، العلاقة بين القيادة والتابع، حتى قصص كثيرة داخل هذا الكتاب عن النساء وعن كيفية نظرتهم للمجتمع وكيفية قيام البعض منهم بالثورة على المجتمع وإثبات الذات. قصص أخرى لشخصيات أيقونية في هذه القرية، شخصيات لها أشكال معينة. يعني راتب استطاع أنه يصور القرية بشكل كامل، يصور كل أجزاء هاي القرية وكل شخصيات هذه القرية. يعني أنت لدرجة أنه أنت بتتخيل الشخصية بوصفه السلس والجميل لهي الشخصيات، فأنت بتحس هاي الشخصية وبتشوفها وبتعيش معها. فهذا الكتاب كأجراس بعيدة بنصح الجميع يقرأوه. وهذا كل شيء لليوم. سلام.